مساء الخير حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله وكويسين. عاملين ايه؟ انا النهارده بقى هعمل ايه؟ بصوا بقى، الشتا طبعا بيحب الكيكه وبيحب القرص وبيحب البسيسه وبيحب الاكل طول ما احنا قاعدين. يعني بصراحه كده الواحد بيحب يجيب كوبايه الشاي، ما ينفعش يجيبها فاضيه، لازم يجيب جنبها حاجه. طبعا هي كيكه يا قرص، يا الحاجات دي بقى نتسلى فيها بقى ما احنا قاعدين قدام التلفزيون بقى والبطانيه علينا. فانا النهارده بصوا هعمل البسيسه اللي هي بدقيق الذره. بصوا حبايب قلبي، بدقيق الذره ده نص كيلو. ان شاء الله هعمل بيه البسيسه اللي هي بدقيق الذره دي، بس انا بعملها بقى بالبرتقال وعشان مش بحبها اللي هي الصفق دي كده، اللي يعني العاديه. في ناس بتحب العاديه، انا بحب ادخل فيها نكهه البرتقال طبعا بيخليها حلوه جدا وبيبقى طعمها حلو بصراحه، وبيديها طعم حلو. فانا هعملها ان شاء الله بالبرتقال. فبصوا انا معايا هنا نص كيلو. بسم الله الرحمن الرحيم. بس طبعا مش هاخده كله، احنا بناخد كوبايتين دقيق من ده على كوبايتين دقيق من التاني، علشان ما تبقاش كلها الدقيق اللي هو الذره ده مش يعني بتبقى قويه كده وتخينه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اهو انا هحط كوبايتين بس، بتبقى حلوه قوي بقى طبعا في الشتاء بصراحه، وجنب كوبايه الشاي بلبن بتبقى حلوه قوي. لا انا هجيب بس المصفى عشان انخله، لان ده لازم يتنخل شويه. طبعا كل ما الدقيق بيتنخل بيديني الكيكه هشه وبيديني الكيكه حلوه وجميله. كده هنخله اهو، عشان ايه؟ بيبقى فيه طبعا شويه حاجات، ايوه اللي في اللي تحت دول بيخلوا الكيكه مش بيبقى فيها فراغات كده ومفتوحه ومش حلوه. احط 2 من ده، اعمل صينيه حلوه كده بصراحه، بتبقى حلوه مع الشاي بلبن وحلوه مع الحاجات دي. بصوا اللي هي كيكه الذره اللي هي البسيسه دي، طبعا انا حطيت بقى الاصفر، دي الاصفر حطيت 2. هحط من ده ايه كمان 2 عشان تبقى وسط، ما تبقاش اللي هي اللي بتبقى عامله كده دي بصراحه، لا يعني لازم تبقى ايه الاتنين قد بعض مع البرتقال وكده، بتبقى جميله وحلوه. والدقيق ده في السوق بصراحه حلو وجميل ومش غالي. بيبقى حلو برضو، هو يعني هو اصلا متوفر في السوق طبعا، موجود كتير في السوق ومش غالي. ومعايا بصوا ظرف هنا بيكنج باودر، حط الظرف كده. برضو معايا نص كمان هحط عشان انا عامله كميه كبيره شويه. حطيت بقى هنا كده المكونات اللي هي ديت. هخش بقى على المكونات التانية نشوفها ايه. بصوا بقى هنا حبايب قلبي، انا معايا المكونات اللي هي التانية بقى. معايا بصوا كوبايه برتقال، ومعايا 3 بيضات، ومعايا بص نص سمنه على نص زيت. لازم السمنه عشان ما تخليهاش ناشفه قوي تبقى مش حلوه، لازم السمنه. بصراحه انا بحب اعمل الحاجات دي، احط السمنه واحط قشطه، طبعا بتبقى حلوه جدا بالقشطه والسمنه وبقيه المكونات دي. انما الزيت لوحده بقى والكلام ده لا بصراحه، لازم شويه السمنه الحلوين دول مع ايه؟ مع الزيت. انا عندي هنا الخلاط بتاعي اهو، هحط فيه كده 3 او 2 الا ربع، او 2 الا ربع، لا 2 او 3 الا ربع، 3 الا ربع السكر عشان عامله قالب كبير. وباكو فانيليا. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي البيض بتاعي اهو هنزل بيه، وهضربهم بقى ايه في الخلاط، وهرجع بقى ان شاء الله. وهنا حطينا بقى زي ما شفنا السكر والفانيليا والبيض، وادي ايه السمنه والزيت. طبعا كل ده لازم ينزل عشان كل ده من المكونات بتاعتي اهو.
بس اضربهم بقى في الخلاط. بصوا بقى يا حبايبي، عايزين بقى الكيكه البسيسه ايا كان بقى الحاجات اللي زي دي، لازم بقى ايه؟ علبه القشطه. طبعا علبه القشطه دي اللي بتخلي الحاجه بتاعتي طعمها حلو. بصوا بصوا بسم الله ما شاء الله، علبه القشطه اللي عندي بصوا عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. لازم القشطه دي ادخلها انا بقى في الكيكه. اولا بتدي لون حلو، اللون الابيض الحلو الجميل ده، وبتديني كده الكيكه طراوه وهشه وغنيه كده وطعمها جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل بيه كده طبعا، وناخد شويه الحلوين اللي فوق دول اهو، هنزل بيهم برده كده. ومعايا البرتقال بتاعي بسم الله الرحمن الرحيم، ازود بيه اهو. وطبعا ما تنسوش نقطه خل، نقطه خل عشان بتخليها مبيضه من جوه حلوه، وبرده لو في زفاره بيض او كده بتشيلها خالص. هضربهم بقى في الخلاط. بصوا بقى يا حبايبي، انا ضربتها في الخلاط. بصوا بصوا عامله ازاي، بصوا اللون بتاعها فاتح وجميل ازاي. اللون بتاعها فاتح كده وجميل من حبه القشطه اللي احنا حطيناهم. طبعا حبه القشطه دول بيخلوها ايه مع الكيكه طبعا، مع الكيكه التانيه اللي هي برضو اللي من غير ديت برضو بيخلوا لونها حلوه قوي قوي قوي. يعني اعتمدي القشطه دي في كل خطوات، في كل يعني طريقتك في الكيك. انزل بقى كده بسم الله. حاولي ما تكتريش المكونات بسم الله الرحمن الرحيم، علشان كل ما الكيكه بتبقى سايله بتبوظ منك وبتعجن منك من كده من جوه من كتر السوائل. انزل ايه، ما انزلش مره واحده، شويه بشويه اهو. بصوا لونها عامل ازاي، ما شاء الله جميله جميله جميله. كمان شويه نلفها بقى كده مع بعض ونرجع لكم ان شاء الله. بصوا حبايب قلبي لونها عامل ازاي، لونها وطعمها طبعا بسم الله ما شاء الله جميل. هجيب بقى القالب بتاعي. بصوا القالب انا مبطناه كله بالسمنه اهو، كله بالسمنه، مبطناه بالسمنه طبعا، وفي الجوانب وفي الحروف وكله. انزل بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم. كله بقى انزل بكله كده عشان ايه، كل دي من المكونات بتاعتك. هلم اللي على الحروف والجوانب كده، متسيبيش اي حاجه في الطبق اهو. بصوا اهو، بصوا ملاها حلوه وجميله في الفطار، في الغدا، قصدي في الفطار، في الصبح، في الشاي بلبن، حد جايلك ضيف جايلك، جميله جميله جميله. بصوا عامله ازاي بسم الله ما شاء الله اهي. لونها حلو طبعا عشان انا بحب ادخل فيها البرتقال. انا هدخلها بقى الفرن على درجه 180 وهسيبها بقى ايه في الفرن، وما تطلع ان شاء الله نشوفها عامله ازاي. بصوا بقى حبايب قلبي، بصوا بصوا عامله ازاي، بصوا طلعت عامله ازاي. طبعا انا سبتها لما تهدى شويه. بصوا لونها فاتح وجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عشان احنا دهنين الصينيه بتاعتنا ما لزقتش ولا اي حاجه. بصوا هناخد القطعه، بصوا عامله ازاي. بصوا بصوا ما شاء الله هشه وجميله
وطعمها حلو وطريه، الزبده مطريه طبعا والقشطه اللي انا حطيتها علبه القشطه. بصوا جميله اهي، تعملها كده جنب الفطار الصبحي مع الشاي جايلك ضيف، بتبقى حلوه قوي في الشتاء بصراحه. من الحاجات الحلوه الجميله اللي احنا متعودين عليها في الشتاء، وطلعنا لقينا طبعا اهالينا بيعملوها. جميله جدا جدا جدا، جربوها بقى كده ويا رب تعجبكم ان شاء الله كده، تعجبكم وتبقى حلوه كده مع الشاي بقى الصبح وجميله يعني، موجوده في البيت يعني اي وقت تجيبها مع كوبايه شاي وكده بتبقى حلوه. ويا رب تعجبكم، يا ريت بقى لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس، ويا ريت تتفاعلوا معايا في القناه شويه. اشوفكم على خير حبايب قلبي، مع الف سلامه.